جناين الشاطئ سلام. مسلسل اللواء الأبيض مسلسل سوداني تاريخي فخيم جدا، أخرجه المخرج القدير جدا فاروق سليمان، ومثلوا فيه كوكبة من الممثلين السودانيين. نتكلم عن عبد الله كوكو اللي مثل دور اللي هو علي عبد اللطيف قائد اللواء الأبيض. نتكلم عن جمال حسن سعيد، فاطمة عبسيب، مكي السنادة، مصطفى الخليفة وغيرهم عشان ما أنساهم. ولكن في شخصية قدمت لنا الشاعر الأنيق جدا والفخيم خليل أفندي فرح بطريقة فوق الإبداع، ألا وهو الفنان القدير محمد العصامي، ربنا يطول في عمره. خلينا نشوف المقطع من المسلسل ونرجع بعدين نتكلم. طبعا التحية لتلفزيون السودان، أكيد حيحصل باللي قاعدين نشاهد المسلسل ده منه هسه. بكرة خليل، عايزين نسمع قصتك الجديدة اللي عملتها في الزهر. يا زهرة روما، زهرة روما، يا سلام يا اخوانا، زهرة روما دي انا ما شفتها، انا ما كنت مع خليل. يا سلام، شفناها سوا. سبحان من ابدع وسبحان من صور يا اخوانا. زهرة روما ايش وصف لنا، اوصف لكم زهرة روما. وصفها يا اخوانا، انا اوصف شنو واخلي شنو. يا سليمان كشة. سبحان من ابدع وسبحان من صور. انا شفتها ماشيه في الشارع وكأنه الشارع ده ما فيه زور غيره. يا سلام، الخلوق دي يا عبيد نجي كده. خلوق جمال، آية في الجمال. يا سلام، اسمع محمد العصامي كيف بختر في شوارع الحي الأقل وخطوم وكأنه ما في زور غيره. يا سلام، الله الله. جناين الشاطئ زهرة روما وفيها مغروم. جناين الشاطئ بصور الروم، زهرة روما وفيها. يا سلام، رسال بعقولنا لبسوها طبوع، ملكة باسطة قلوبنا تبيت عليها تقوم. في طريق المرة بالقلوب مسحوم، كالهلال الهلا الناس عليها تدوم. يا سلام، عين الشاطئ بين قصور الروم، حي زهرة روما وابكي يا مغموم. شوف عناقب بيسة تقول عنب فتروم، شوف وريد الماسل زجاج الروم، الغوام النادي الحشا المفروم، الصدير الطامح زي خليج الروم. جناين الشاطئ بين قصور الروم، حي زهرة روما وابكيها محروم. خلجات مطبوعة صافية كالدينار، في الغوام مربوعة. يا سلام، عالية مناعي موضة آخر موضة، حيث زي زنهار. يا سلام، روضة داخل روضة مستوي. جناين الشاطئ بين قصور الروم، حي زهرة روما وابكيها محروم. الجبين الهلل فيه ضوء كنار، منه هل الشارع منه بقى ونار. طبعا في الجبل زي لهيب النار، تحرق قلبي تهابل والبعيد. عجب 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 يا خليل عجب. الجبين الهلل فيه ضوء كنار، منه هل الشارع منه بقى ونار. طلعة ما بتتقابل زي لهيب النار، تحرق قلبي تهابل تحرق قلبي تهابل والبعيد فينا. ليله يا ليلة، ليله يا ليل، ليلة ليلة وليلة، ليله يا ليل، ليله يا ليلة، ليله يا ليل.
بارك الله فيك يا سلام. يا خليل فيك. والله يا أستاذ محمد العصامي، والكلام ده والله لا أقوله مجاملة، لكنك أبدعت أيما إبداع في تجسيد شخصية خليل فرح كما يجب أن يكون. بل والله أنا صدقت للحظة إن هذه الشخصية فعلا هي خليل فرح. يعني قدمت الأغنية بطريقة أسطورية، عزفك للعود، تفاعلك معاها، الناس اللي قاعدين، سليمان كشة، محي الدين يوسف، يا سلام يا أخي، أقسم بالله إبداع وأيما إبداع، وإبداع لحد الإمتاع. والقصيدة دي من قصائد خليل فرح، قصيدة عظيمة، قصيدة في كل حروفها وفي كل كلماتها تجد ألقا وإبداعا لا حدود له. يعني بيقول إيه؟ بين جناين الشاطئ، وفي قول بيقول فوق جناين الشاطئ، مع اني انا لقيتها في ديوان خليل فرح بين جناين الشاطئ، وبين قصور الروم، يعني بين جناين الشاطئ شاطئ النيل، وبين قصور الروم حي الرومان، حي زهرة روما، وابكي يا محروم او مغروم. درة سلب عقولنا، هي درة سلبت العقول، لبسوها طقوم، يعني هي درة فوق ده كله لبسوها طقوم ذهب. ملكة باسطة قلوبنا تبيت عليها تقوم من شدة سطاوتها علينا. في الطريق مرت عينه، في الطريق إذا مرت بالخلوق مزحوم، بالخلق مزحومين بسبب جمالها. كالهلال الهلة فوق، إذا هل الهلال الناس عليها تحوم زي الهلال. شوف عناقيد، شوف الآن قاعد يوصف جمالها، شوف عناقيد ديسة، بيقصد طبعا الضفاير، تقول عنب في كروم زي كروم العنب. شوف وريدها الماثل، يقولوا رقبة زي زجاجة روم، زي زجاجة الخمرة. القوام اللادن الطري، والحشى المبروم، ما عندها حشى مبروم برم. والصدير الطامح زي خليج الروم، أو كما قال الدكتور معاوية حسن ياسين في اتصال معه إنه ليس خليج الروم وإنما خليج الروم. المسلسل اللواء الأبيض ما كان مسلسل، كان تجسيد لحقبة تاريخية عظيمة من حقب السودان. يعني اللي قاعد يتفرج على المسلسل هو رجع بالتاريخ للعشرينات. كفاية الشخصيات اللي مثلت في هذا المسلسل، علي عبد اللطيف، سليمان كشة عنده كتاب رائع اسمه اللواء الأبيض، وأنصح أي واحد صراحة يقرأه لأنه من أنفس الكتب السودانية. خليل فرح، عمر البنا كذلك موجود، يجيبوا شخصيته تمثل كذلك. يعني شخصيات قدر ما أحاول أني أوصفها هي اللي صحت الكلمة، هي اللي شكلت وجدان الشعب السوداني، كلها موجودة في هذا المسلسل. بصراحة من يريد أن يتعرف على تاريخ السودان فليشاهد هذا المسلسل، مسلسل فخيم من الطراز الأول. كان معاكم أخوكم حمود في حكاوي السودانية بعيون سعودية. سلام.